كذاب انت كذاب، كذاب انت كذاب. عارفينك كذاب مثير للفتن ومتناقض، انت كذاب. كذاب انت كذاب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مش انت اللي تتكلم على بندق. معلش يا كابتن سيد، انت بتقول بتكلم مع بندق ليه؟ بندق ماله؟ بندق الحمد لله رب العالمين بيتقاضى اجره من الاعلام المصريين، تمام؟ بندق ما كانش بيعيط الايام اللي فاتت عشان هيمشي، ولا كان العمري فاروق عايز يمشيك والخطيب عايز يقعدك، وبيحاولوا باي طريقه تلاقي اي وضع عشان تفضل في مكانك بقى. تمام؟ حضرتك طلعت امبارح بتخاطب السوشيال ميديا وانا بقول لك مبروك، هتفضل في منصبك. كتبت سيد عبد الحفيظ على اليوتيوب طلع لي خالد غندور. قلت انا غلطت ولا ايه؟ كتبت سيد عبد الحفيظ طلع لي خالد غندور. ففهمت ان هو بيتكلم عليا كتير قوي. فمن الحاجات كل حاجه مقبوله. ينتقدني يعني حقه حقه الا حاجه واحده بقى. لقيته مره يعني من الحاجات اللي انا تصفحتها بقى كده، لقيته يقول لي ايه؟ معلش يا كابتن سيد، يعني مش انت اللي تتكلم على بندق. فما فهمتهاش، فرجعتها تاني. مش انت اللي تتكلم على بندق، ده عباره عن ايه؟ يعني هل انت مثلا يعني كنت مثلي الاعلى واحنا صغيرين مثلا، او رجلي كانت بتخبط في بعضها وانا رايح العبك مثلا في الزمالك، او كنت بجيب اصحابي واقول لهم تعالوا النبي يعني هات 50 قرش وهات جنيه عشان هنروح نتفرج على بندق، يعني على كابتن خالد غندور، يعني في كابتن خالد. يعني بتزعلني الحاجات دي. يعني الحاجات دي نفسها الصغيره دي. انتوا مش اصحاب؟ مش اصحاب؟ لا انا عمري ما كنت اصحاب خالد. ما تيجي تتكلم كمان على موضوع رامز وتقول ان لازم الناس تشوف الوجه الاخر، لا يا كابتن سيد، انت رحت عشان الفلوس. احنا من الاخر احنا هنتمثل على بعض، يعني ايه المشكله يعني؟ تيجي تتكلم علينا ماشي، ولا كل واحد اكل العيش في الوقت ده بيختلف؟ عشان الفلوس بيروح مع رامز جلال يقلل من قيمة مدير الكرة في نادي كبير، وعشان الفلوس، وده يؤدي إلى أنه كان ممكن يتشال من منصبه. ده يدل على الشخص اللي مسؤول في هذا المكان. يروح مع رامز جلال عشان يقلل من نفسه عشان الفلوس، ما أعتقدش. هنفترض جدلا هو راح عشان الفلوس زي ما انت بتقول، طب انت رحت عشان مين؟ عشان حنان ولا عشان الفلوس؟ ورحمة أمي يا خالد يا غندور، نسمع مصر كلها وانت بتعيط علشان اشغلك، وانت بتعيط علشان ازودك. يلا 1 2 3 بليلة. شكرا يا كابتن. أنا شخصيا رحت مع رامز جلال من 3 سنين فاتوا، وما عرفت إن ده مقلب رفضت. كذاب انت كذاب. علشان انت كذاب وهتفضل طول عمرك كذاب وحاسس بعقدة نقص ملازمك في حياتك. نسمع رامز جلال قال ايه على المقابلة اللي انت بتقول انك انت رجعت. خالد غندور النهارده يا جماعه هيحصل له ارهاب من نوع جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.